هذا البرنامج ساخر، هزلي، غير حقيقي، غير موضوعي، وغير محايد، والأحداث الواردة به خيالية ولا تمت للواقع بصلة، ويتشابه بينه وبين الواقع فهو أغرب من الخيال. نسيت أقول لكم، هذا البرنامج للكبار فقط، نظرا لما قد يتضمنه هذا البرنامج من محتوى قد يكون غير مناسب لبعض الفئات العمرية، لذلك لازم التنويه. من الآخر كده، أي حد يتكسف يقوم دلوقتي عشان ما يتضايقش مننا. أدينا قلنا لكم اهو. قمتوا خلاص؟ مساء الفل. فينو عليمي فينو الله يعينه. لسه جاي من عند الحلاق. انت مرفوض. مساء الخير، معاكم نور واهلا في حلقه جديده من ايه الحكايه. النهارده تخيل نفسك دكتور قلب كبير في مصر وفجاه تقرر انك تقلع البلطو وتسيب السماعه وتمسك ميكروفون وتقعد تهزر وتتكلم وتحكي عن احوال البلد بسخريه وكل هزار، وفجاه بقى الدكتور ده اكتر واحد يضحك كل المصريين على التلفزيون. وفي ناس تانية شايفاه انه خطر كبير على الامن القومي. ازاي واحد كان بيعالج قلوب الناس كجراحة وكدكتور فجأة يعالج همومهم بالضحك؟ وازاي نفس الضحك ده والاسلوب الساخر ده هو اللي قلب حياته لكوابيس وتحقيقات وقضايا وتهديدات؟ حكاية النهاردة مش فيلم كوميدي، حكاية النهاردة عن باسم يوسف. يلا شد كرسي واقعد بقول لك اقعد. انا بهزر معاك، طبعا بهزر معاك. بعد ثورة 25 يناير في مصر الجو كان ما بين أمل وحسين أو أمل وفوضى لو تحب. وفي الوقت ده ظهر شاب على اليوتيوب اسمه باسم يوسف، وده ما كانش شاب عادي، ده دكتور جراح قلب، يعني اتصرف عليه دم قلب اهله، بس قرر ان هو يسيب المشرط ويمسك ميكروفون. والله انا ماسك ميكروفون طول النهار والليل، ما بقيتش لا دكتور ولا حاجه خالص، مش فاهم في ايه. وطبعا في الوقت ده بسبب قعدته في البيت والوقت كان صعب شويه والجو العام صعب شويه، وقرر ان هو يمسك ميكروفون ويعمل برنامج. وفعلا حرفيا عمل البرنامج في بيته في اوضه الغسيل. في غرفة الغسيل. كاميرا بسيطة، ترابيزة عادية، كان بوستر في الباك جراوند لميكي ماوس وجراندايزر، وانتهى الموضوع. وأول حلقة على اليوتيوب نزلت ليه في ربيع 2011. لا مش محمد ربيع يا خفيف. والحلقة أول ما نزلت بعدها بشهر أو شهرين انتشرت زي النار، وبعد 3 شهور بس من انطلاق حلقات باسم يوسف جابت 5 ملايين مشاهدات، زي بالظبط المشاهدات بتاعت قناتي في انا هسكت خالص. المصريين في الوقت ده كانوا عايزين حد يقول اللي في قلوبهم، حد يعبر عن اللي هم حاسين بيه، سواء بالكوميديا والسخريه، ولكن مش على مسار الجد ومش على منهج الجديه. وكان باسم يوسف اكتر واحد مناسب في الوقت ده بسبب شخصيته الساخرة انه يعمل الموضوع ده. بعد شهرة باسم يوسف على البرنامج بتاعه وقناته، في شركات وفي قنوات تلفزيونية اتشدت للشاب الجديد ده، واحد القنوات دي اللي اتشدت للشاب ده هي اون تي في بتاعت البلياردير نجيب ساويرس بتاعت المليونير الراجل الغني سميرس. انا بكرهك. وتقدم له عرض انه يعمل برنامج كبير على شاشة التلفزيون دي. بس باسم يوسف في الوقت ده كان اصلا مقرر ان هو يسافر امريكا، وكان عايز يكمل موضوع الدكتوراه اللي هو فيها وان هو دكتور جراح كبير، ولكن فكر وقال انه حاجة زي كده ما بتجيش لناس كتير، ودي فرصة مش المفروض الواحد يعديها. المهم مضى فعلا العقد مع شركة اون تي في لبرنامج البرنامج. هو فعلا سمى البرنامج البرنامج. اظن انتوا كلكم عارفين، انا مش محتاج اقول لكم. اول حلقة اتعرضت في رمضان 2011 وكانت مشاهداتها ضخمة جدا، مع انها كانت معمولة في استوديو متواضع على القناة، بس الناس كانت متشوقة ان هي تشوف شكل السياسة عن طريق شكل ساخر ومضحك.
على الطبيعة. البرنامج من أول يوم ما اتعرض على اون تي في جاب نجاحات ساحقة، وباسم بقى يطلع كل أسبوع في حلقة جديدة يتريق فيها على الإعلاميين الكبار وعلى السياسيين الكبار في البلد، واللي يخبط في دماغه يجيبه على طول، بس طبعا كله عن طريق الكوميديا والسخرية. الطريقة دي كانت جديدة ودمها بصراحة خفيف بشكل خلى ملايين يتفرجوا على البرنامج، لأنه أول مرة يشوفوا شكل ساخر ومضحك في نفس الوقت بيتكلم عن مشاكلهم وهمومهم. بعد نجاح البرنامج مع اون تي في اتنقل في 2012 لمحطة أكبر والقناة أكبر، لأنه القاعدة الكبيرة من المشاهدين البرنامج ما شاء الله كبرت وبقى ليها متابعين أكتر، وجاله عرض من CBC. بس الفلوس يا جماعة مش كل حاجة، عشان كده أنا قررت إن أنا أسيب اون تي في. فعلا الفلوس مش كل حاجة، وخصوصا إن أنا هنا هاخد فلوس أكتر بكتير جدا حقيقة. ومن أول حلقة في الموسم الجديد في آخر 2012 كانت الناس بتقعد لو فاكرين مستنيين كل يوم جمعة عشان يشوفوا الحلقة الجديدة بتاعة البرنامج، كأنك مستني ماتش الأهلي والزمالك أو فيلم جديد لتامر حسني أو حتى أي حاجة من المسلسلات الجديدة اللي الشباب بيتفرجوا عليها اليومين دول. مين؟ ياسمين صبري أو كأنك مستني تتفرج على ياسمين صبري. مين ياسمين صبري دي؟ دي مذيعة؟ ما علينا. في الآخر وفي الأول الأرقام هي اللي بتتكلم عن إذا كان البرنامج ده ناجح أو لأ، والموسم الثاني بتاع البرنامج حقق أرقام خيالية، حوالي 40 مليون مشاهدة بس على التلفزيون و180 مليون مشاهدة على اليوتيوب، ده خلال الموسم ده بس. انت متخيل الرقم ده تقريبا اكتر من نص عدد سكان مصر كلها. وباسم يوسف نفسه بقى اكبر ظاهرة اعلامية في مصر، وبقى فعلا ظاهرة إعلامية واجتماعية كبيرة جدا وليها قاعدة جماهيرية كبيرة جدا. ظهوره ما بقاش مقتصر بس على مصر أو على التلفزيون المصري، لدرجة إنه يا سيدي المحترم في 2013 مجلة تايمز العالمية حطته من أكتر 100 شخص من المؤثرين في الشرق الأوسط أو في العالم العربي، وقالوا عليه جون ستيوارت العالم العربي. وبمناسبة جون ستيوارت، فعلا جون ستيوارت استضافه في البرنامج بتاعه في أمريكا مرتين ومدح فيه جدا وقال But come on! Charging Bassem Youssef with insulting Egypt and Islam? I know Bassem. Bassem is my friend, my brother. There are two things he loves in this world with all his heart: Egypt and Islam and his family. The three things. There's three. اللي يخليني أسأل وأقول إيه اللي يخلي واحد زي باسم يوسف ينجح النجاح القوي ده؟ الإجابة هي حاجتين: جرأته وطريقته الإذاعية في النقد، سواء بينتقد حاجة سياسية شائكة صعب الواحد يمشي فيها بطريقة هجائية ودي مش سهلة أي واحد يعملها، أو بالطريقة التانية وهي الشخصية اللائقة اللي بيعرف يتكلم بيها إذاعيا. ودي تاخدوها مني أنا، واحد إذاعي يعرف كويس يتكلم عن حاجات حساسة ولكن ما يعديش الخط الأحمر. أظن كلنا عارفين الخط الأحمر في الشرق الأوسط ده فيه خطوط حمراء، ده من كتر الخطوط الحمراء يا راجل بيتي كله بقى حلبة ملاكمة، خطوط حمراء في كل حتة. وفي الوقت ده ما كانش حد يقدر يعدي الخطوط الحمراء دي أو يتكلم عليها في التلفزيون ويقولها بطريقة ساخرة وكوميدية. عمل فقرات ساخرة وعمل فقرات تقليد إعلاميين كبار زي توفيق عكاشة وغيره، وكان بينتقد تصرفات وأسلوب المسؤولين في مصر ولكن بطريقة تخليك مش عارف هل تضحك معاه ولا تتضايق منه، ودي الثغرة اللي ينفذ منها السخرية. الجمهور حب الحتة دي في باسم يوسف ليه؟ لأنه كان صوتهم الساخر اللي كان بيطلع غلهم وتعبهم من غير ما يتعبهم ولا يوجع قلبهم، زي مثلا حلقة الانتخابات وأسطورة الصندوق لو تفتكروها. باسم يوسف عنده خيار، لازم تعرف مين تختار. باسم يوسف عنده خيار. أو تقليده لبعض الشخصيات السياسية الكبيرة في مصر اللي جابت ليه شعبية مرعبة. جمهور البرنامج العظيم، أقف أمامكم اليوم. هو أنا قاعد بصراحة بس مش مشكلة، المهم إن أنا عايز أقول كلمة مهمة لجمهور البرنامج. في ناس للأسف عايزانا نتريق على الخطاب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية. الناس كانت بتعيد المقاطع دي على الفيسبوك وعلى التيك توك وعلى تويتر كأنها أهم أخبار البلد نفسها،
ولكن زي ما باسم كسب قلوب كتير من ملايين المصريين، سخرية البرنامج زعلت ناس كتير قوي. من أول ما بدأ ينتقد مسؤولين كبار في البلد بدأ ياخد باله إنه في جزء كبير من الجماهير ابتدت تاخد الموضوع بشكل جدي، وخصوصا الناس المواليين للسلطة وقتها يعني أيا كانت، وشايفين إن الراجل ده عمال يقل أدبه على الناس الكبيرة والناس الصغيرة في البلد. وفي سنة 2012-2013 لما الرئيس اسمه ايه؟ الرئيس محمد مرسي الله يرحمه بقى، لما كان في الحكم باسم برضه فضل يتريق عليه ويتريق على تصرفاته وسياساته وخطاباته وعلى جماعته اللي هم الجماعة الإخوان، وعمل حلقة اتمسخر فيها بسخرية وضحك على خطاب محمد مرسي الشهير في الاحتفال. انتوا لسه قاعدين ما زهقتوش؟ سوري يا جماعه اصل من ساعه حوار مرسي والواحد يومه مقلوب، معلش. بمناسبه المواعيد انا بس كنت عايز اديلكم فكره عن احساس الناس وهي مستنيه الحوار مع الرئيس يطلع. على مدى الساعات الماضيه نحن في انتظار الحوار. قعدوا يقولوا لنا الساعه 8 ضحكوا علينا. طب هو الحوار فين؟ بالصلاه على النبي. الساعه دلوقتي 10 الا تلت. الساعه دلوقتي 12 وربع تقريبا. ترقبوا الليله الليله بقى طبعا انتوا عارفين ان احنا قربنا الليل يخلص، احنا داخلين على الفجر مش الليله. انتظار الشيخ مرسي. الحركة دي بالذات خلت ناس كتير تقول ازاي واحد زي ده يسمحوا له يتكلم ويعمل الاسلوب ده والتصرفات دي والسخرية من الرئاسة، وازاي يتكلم عن الرئيس بالاسلوب ده لازم يتسجن. وفي 2013 اتحولت الكوميديا لدراما وحصل اللي محدش كان متوقعه ابدا. خد عندك دي، تخيل عشان انت بتعمل برنامج كوميدي وساخر، النيابة العامة طلعت قرار بضبط وإحضار الأستاذ باسم يوسف الكوميدي الساخر بتهمة إهانة الرئيس والزق فيها ازدراء أديان. يلا عندنا اوفر النهارده مجاني. ده اللي فعلا حصل بجد، والاعلام الرسمي صرح وقال انه الرأي مش معناه انه نقل ادبنا على الرموز الكبيرة في البلد او على الرموز الدينية والوطنية. باسم من ناحية تانية خد الموضوع بهزار برضه، حتى وهو في المأزق ده وفي المشكلة دي راح عامل تويت وكاتب فيها انه هيروح يسلم نفسه، بس برضه مش المفروض انه هو يجي ياخدني بعربية شرطة عشان المواصلات بقت زحمة اول يومين دول. يعني حتى في الأزمة دي برضه لسه هتلاقيه كوميدي وساخر، بيقول لك وبيوضح لك، بيقول لك انا انسان كوميدي ساخر، ولكن الافكار والعقول مش زي بعضها. وراح فعلا وسلم نفسه وقعد عند المدعي العام وفضل يتكلم ويتحقق معاه لمدة ساعات وساعات، ودفع الكفالة وخرج بعدها. الموضوع ده اتشهر واتعرف مش في الوطن العربي ومش في مصر، عالميا. Bassem Youssef hosts a TV show known for poking fun at the president. Our Bassem Youssef? Viernes, el cómico Bassem Youssef retransmite y de insultos a la persona del presidente. Der Comedian Bassem Youssef hat es innerhalb von 2 Jahren. Persidangan Youssef berlangsung lancar. Bassem Youssef 是埃及版的名嘴约翰史都华。باسم يوسف كان حيباته في التخشيبته لكن طلعوه بكفولته. والإعلام الدولي بقى يتكلم عن حرية تعبير الرأي في مصر، وجون ستيوارت نفسه اللي هو صاحب باسم يوسف طلع في البرنامج بتاعه واتكلم عن حرية الرأي في مصر، وقال إنه باسم يوسف صاحبي وأخويا، ووصل رسالة للحكومة المصرية وقال يا حكومة يا مصرية سيبوا باسم يهزر. Wait a minute. Our Bassem Youssef, the comedian who hosts the incredibly popular weekly political satire show Al Burnham-Egg? Now I know Bassem pretty well, so you can imagine that I was shocked that this whole time I have been consorting with a criminal. All sending comedians and bloggers to prison accomplishes is lowering the quality of prison yard athletics. Obviously, look, you don't have to take democracy advice from a ape pig man like myself. المشهد ده طبعا خلى باسم يوسف بطل حرية التعبير وحرية الرأي بره وجوه مصر، ولكن جوه مصر الانقسام في الجماهير بقى كبير جدا لباسم يوسف. ناس كتير شايفاه بطل وضحية، في ناس تانية شايفينه عميل وخاين وبينتمي للغرب، وبقى كل فريق مستنيله على غلطة. نيجي بقى لصيف 2013 في مصر، وخاصة في 3 يوليو، مظاهرات، انقلابات عسكرية، ضرب بالملوخية، مرسي اترفد، نظام جه فجأة بقيادة واحد أول مرة نعرف عنه ونسمع عنه، ولكن احنا كنا يعني متوسمين في خير، اسمه عبد الفتاح السيسي، وكان وقتها وزير الدفاع.
الدفاع، صح؟ دفاع. ناس كتير قالت الله دي حاجة حلوة قوي، فجأة التغيير جه والحمد لله. وناس كتيرة في مصر بدأت تتعامل مع السيسي كأنه المنقذ الأسطوري. المهم مفيش داعي نخش في السياسة، خلينا في باسم يوسف. ارجع مرشدير بس. شكرا. طبعا باسم يوسف في الوقت التغيير ده مفيش حاجة يعملها لأنه ناس كتير معجبين باللي حاصل. ووظيفة باسم يوسف إن هو يتريق على الرايح واللي جاي، سواء سياسي سواء قيادي سواء ملاكي أجرة أيا كان. المهم إن هو يشوف شغله ويعمل الحاجة اللي بيحبها. المهم يعني الوقت ده البلد خدت لفة سريعة وباسم يوسف رجع يعمل البرنامج مرة تانية مع موسم جديد مع نفس قناة الCBC، ونزلت أول حلقة في 25 أكتوبر 2013. وفي أول حلقة نزل بيها ما رحمش حد، فضل يتريق من هنا ومن هنا، ويتريق على مرسي ويتريق على السيسي ويتريق على الإخوان. وفي نفس الحلقة راح مشمر إيده وبدأ نازل ضرب في الإعلام اللي قاعد يمجد في السيسي. ويا حرام برضو اتاخد في الرجلين الرئيس المؤقت اللي هو كان اسمه إيه؟ عدلي منصور. أنا عارف بس مدكن. وعمل سكتشات كوميدية عن الهوس الوطني اللي كان ماشي وقتها. السكتشات كانت حاجة كده زي مثلا الشوكولاتة اللي سموها على اسم السيسي لو تفتكروا الموضوع ده، ودي حصلت فعلا يعني، أنا ما جيبش الكلام ده من عندي. وهي قطعة شوكولاتة عليها صورة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي. شوكولاتة الناس تكلمني عايزين شوكولا سيسي. الحلقة دي بالذات عملت قلبان كبير في البلد، وطبعا اللي كان ضد الاخوان كان بيسقف جامد ومبسوط جدا للبهدله اللي بيبهدلها الاخوان. ولكن لما بدا يتريق ويتمسخر ويعمل سخريه على السيسي وعلى الجيش المصري، الناس دي نفسها اللي كانت بتسقف له ابتدت تاخد موقف ضده. قالت له لا لحد هنا يا باسم وقف. ثاني يوم مباشرة يا سيدي المحترم قناة الCBC طلعت بيان رسمي بتقول احنا غير مسؤولين رسميا عن اللي بيتقال في البرنامج، وان هم شايفين ان توجهات الحلقة نفسها بتاعت اليوم اللي قبلها خارج اي سيطرة او تحكم من الCBC. ويلا بعدها الCBC قررت اعلان وقف البرنامج من الاذاعة. تخيلوا برنامج في قمة شعبيته وشهرته وقمة الفيوز والمشاهدات تقفل الباب في وشه وتقول له شكرا مش عايزين. وده كله طبعا كان باين واضح جدا انه كان بسبب الضغط السياسي على القناة. وطبعا مش محتاج اقول لك انه انهالت البلاغات ضد باسم يوسف عند النائب العام، والبلاغات دي فوق ال 35 بلاغ وصلوا للنائب العام بس ضد باسم يوسف. بيتهموه بإهانة القوات المسلحة ورموز الدولة ونشر الفوضى. الله، هي الكوميديا بقت نشر فوضى؟ باسم وفريقه والجماعة بتوعه فضلوا في موقف صعب شهور كتير، والبرنامج نفسه اتوقف، والناس كلها والجماهير كلها مستنية عايزين يعرفوا امتى هينزل البرنامج وهينزل فين. وبعد فترة ظهر الخبر الرسمي انه CBC فسخوا العقد مع باسم يوسف وابتدوا يدوروا على قناة تانية. وفعلا في فبراير 2014 اعلنوا ان البرنامج هيرجع تاني على قناة MBC، قناة كبيرة طبعا برضو اصحابها عرب كبار. ورجع البرنامج على MBC بقوة وفضل مستمر لشهور كتير. اهلا بكم في البرنامج. وحشتكم، هتتلموا على البوكس كلكم. النهارده اول حلقه في الموسم الجديد تاني. احنا رجعنا تاني وبنقول لكم ان احنا مش هيهمنا حد ولا بيهمنا قناه ولا محطه ومش هنجامل حد. واحب ارحب بمدير عام شبكات MBC استاذ علي جابر. ازي حضرتك؟ وجاب نسب مشاهدات خرافية، 11 حلقة والموضوع انتهى وقلنا خلاص الدنيا ماشية كويس وكله تمام. وباسم كمل النقد والسخرية في كل الاتجاهات، لدرجة انه في حلقة من الحلقات كان بيسخر من اعلان غريب طلع وقتها انه الجيش لقى علاج للإيدز والكبد الوبائي بجهاز غريب جدا. وطبعا دي كانت قصة زي ترند وقتها او حاجة زي الفنكوش كده. ده كان مريض عنده فيروس ودلوقتي هو في حالة مرحلة الهضم. خدوا يا اختراع دفنشه ورا. تعال انت هتاخدني على فين يا عم؟ هوريك قمة الإعجاز العلمي حلاوة. خش قدامي. هتنزل الفنكوش صح؟ هينزل الفنكوش. الفنكوش اطلع يا بتاع الفناكيشو، احنا بتوع الفنكوش. خلاص
خلص. الامور ظاهريا كانت ماشيه وكل حاجه تمام، ولكن تحت الترابيزه كانت اسوأ الوقت اللي كان بيمر بيه باسم يوسف بسبب الضغوطات والتهديدات اللي كانت بتوصل له هو واهله وفريقه، وعلى القناه نفسها اللي كانت التهديدات والضغوطات دي بتيجي من الدوله نفسها، وخاصه لما جه وقت الانتخابات الرئاسيه في 2014 اللي السيسي كسبها. هنا بقى اتحطت الصدمه الكبيره في يونيو 2014 بعد ما وقف البرنامج كام اسبوع بسبب الانتخابات الرئاسيه. باسم يوسف ظهر في برنامج صحفي بينه وبين فريقه واعلن عن خبر احزن الملايين في مصر، وهو وقف البرنامج للأبد. وده معناه ان المشكله مش في المحتوى، المشكله في البرنامج نفسه. البرنامج بشكله الحالي مش هيسمح له ان هو يكمل، ولا على قناه MBC ولا على اي قناه تانية مصريه او عربيه. بصراحه ده مش مناخ يطلع فيه برنامج كوميدي خالص ولا اي برنامج. انا تعبت من المعافره، تعبت من القلق، تعبت من الخوف على السلامه الشخصيه ليا ولعيلتي والناس اللي حواليا. والرساله كانت واضحه جدا، احنا مش قادرين نكمل في الجو وفي المناخ ده. في بعض الناس اتهموه انه كان خايف وساب المعركه وجري، وفي ناس تانية كانوا فاهمين ان هو مش عايز يعرض نفسه ولا اسرته ولا فريقه ولا القناه اللي بيتعاون معاها للخطر والضغوطات والبلاوي اللي بتتحدف عليهم، وان ده مصير اسود، خاصه لما توصل التهديدات بالسجن، ومش بس ليك انت. اظن انت عارف البهدله اللي ممكن تتبهدلها لو خرجت عن الخط الطبيعي في مصر. وطبعا الموضوع ما وقفش لحد هنا. بعد ما اعلن وقف البرنامج، الشرطه في مصر هاجمت مقر شركه الانتاج اللي بيشتغل معاهم باسم يوسف، وصادرت كل اجهزه الكمبيوتر وصادرت كل الاوراق والملفات واي حاجه ليها علاقه بالبرنامج. ورساله كانت واضحه وصريحه، مش البرنامج بس هو اللي هيتوقف، انت كمان تسكت خالص. ومش بس الموضوع وقف عند هنا، يا ريت ده فجأة كده من ولا شيء ظهر قضية من قناة CBC بتقاضي فيها باسم يوسف انه تخلى عن العقد اللي هو كان المفروض يعمل فيه البرنامج بتاعه. وقال ايه؟ CBC بتقاضيه ب50 مليون جنيه بسبب ان هو فسخ العقد. لا، هو مش CBC هم اللي فسخوا العقد معاه ولا ايه؟ هو في ايه؟ انا بقول بقدر على فكره هو اللي غلطان. هو قص المشاكل كلها. واضح ان محدش كان عايز يسيب باسم في حاله، وفي اللحظه دي باسم ابتدى يفهم انه ابتدى يزيد الخنق قوي ويتقفل على رقبته ومش قادر يتحمل الوضع، خاصه بعد ما كان بتتبعت له رسائل بالتهديد وبالسجن ويمكن بالاعتقال. والله اعلم لو رحت اعتقال ما تظهرش تاني، او بحجز ممتلكاته هو وعيلته واي حد من الفريق اللي بيشتغل معاه ويخشوا في دوامه الفريق اللي معاه ما يستاهلهاش. كل ده علشان بيعمل برنامج سخرية وضحك. وفي سنة 2014 نوفمبر أخذ قرار باسم يوسف إنه يسيب بلده ويسافر، وأول مرحلة وقف فيها هي دبي كمحطة أولى يعني، وبعد كده أخذ قرار تاني بانطلاقه للولايات المتحدة اللي فعلا هناك هيقدر يتكلم فيها بحرية، لأن دي من الكونستيتيوشنال رايتس، الحقوق الإنسانية في أمريكا. تقدر تقول رأيك بحرية تامة من غير ما حد يقدر يمسكك، او على الاقل ده المفهوم يعني. النهايه والخاتمه اللي انا عايز اقولها لاي مشاهد واي مستمتع بالبرنامج، اشكركم على السبسكريبشن وعلى اللايك وعلى الشير، انه الضحك سلاح خطير جدا والسخريه سلاح اخطر، خاصة لو انت عايش معانا هنا في الوسط العربي. لازم دايما يكون الواحد واخد باله هو بيتكلم عن مين وفين وازاي. لو قدرت تحقق المعادلة دي ممكن فعلا تتشهر وممكن فعلا يكون ليك جماهير كبيرة، ولكن تأكد ان انت لو حبيت تكون انسان كوميدي وساخر وصانع محتوى لازم هيكون ليك جهتين من الناس، ناس بتحبك وبتشجعك، والناس التانية مش هتفهم انت بتقول ايه وهتحكم عليك بصباعها ده او بدا ايا كان. مهم، اتمنى الحلقة تكون عجبتكم واشوفكم الاسبوع الجاي. يلعن ميتين ابوكم كلكم يا ولاد. واو ثانك يو.